بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك لمصر، مبروك لحسام حسن وجهازه، مبروك للعيبة، مبروك لكل جماهير المصرية اللي في السعودية اللي حضرت المباراة. فعلا المصري في كل حتة مصري بصراحة. يعني تخيل كده لما يكون منتخب السعودية بيلاعب منتخب مصر على أرضه، وتلاقي التذاكر نفدت بالنسبة لجماهير مصر 25,000، ولو في أكتر من كده كانوا هيبقوا متواجدين. والتذاكر جماهير السعودية 3000. فده إن ده اللي يدل على إيه؟ إن المصري بيحب بلده وبيساند في أي مكان وأي زمان وأي وقت. ما يهموش بقى ان المنتخب حلو ولا وحش، المهم ان مصر بتلعب يبقى لازم نروح نساند. هو ده الطبيعة المصرية والجدعنة المصرية اللي بنقول عليها. فالنهاردة انا بشكر جماهير مصر اللي في السعودية اللي حضرت النهاردة بكثافة. هم بيقولوا 25,000 بس انا حاسس ان هم اكتر من كده. فانا بوجه لهم الشكر والامتنان والسعادة اللي هم شافوها النهارده بفوز منتخب مصر، لان طبعا كان هيبقى في تحفيل في كل حاجه لو لا قدر الله كان المنتخب السعودي كسب المنتخب المصري. هنا انا بشكر الجهاز الفني وببارك له والله من كل قلبي، لان احنا لو ما كانش النهارده المنتخب كسب كنا من هنا لغايه يوم الثلاث اللي جاي في ماتش اسبانيا انتوا عارفين بقى التحفيل والناس بقى ما بتسيبكش في حالك ويقعدوا بقى يتكلموا ويقللوا. انما انت النهارده بصراحة كشفت المنتخب السعودي. فهنا بقى لينا وقفة. هل المنتخب ده اللي هيلعب في كأس العالم؟ يعني انا عايز اسأل سؤال للمسؤولين عن الكرة السعودية. انتوا بتهتموا بالانديه ومخليين الدوري السعودي قوي جدا على حساب المنتخب السعودي. ليه؟ لان كل فرقه مش اقل من 8 ل 10 لعيبه محترفين هناك. فده بيقلل قوه المنتخبات او المنتخب السعودي، لان كله بيعتمد على اللعيبه اللي هي المحترفه الاجانب. عشان كده الدوري قوي لكن المنتخب ضعيف جدا. يعني النهارده مثلا لو انت بتلعب الهلال السعودي عمره ما يظهر بالشكل ده، عمره. عشان فيه لعيبه محترفه، لعيبه قويه، لعيبه واقفه على رجليها، لعيبه بهرتنا في كاس العالم للانديه في الصيف اللي فات وكسبوا السيتي وعملوا ماتشات قويه جدا. انما النهارده منتخب السعودي ده محدش يزعل مني، ده مركز شباب، ده لعيبه مركز. ده انت تحس كده اولا هم بيتعالوا على الكره وهم ما بيعرفوش يلعبوا، قرنات قوي وما بيعرفوش يلعبوا. ما شفناش شوطه على الثلاث خشبات. يعني شوبير وقف الشوط الاولاني وجزء من الشوط الثاني ما شفناش شوطه عليه بمنتهى الامانه. خرج شوبير، قلنا بقى يمكن لما الشناوي ينزل حد يقول لك بقى ايه ده ما بيمدش ايده والكلام ده، يشوطوا ويورونا ان هم منتخب ويبقى فيه حميه مغلوبين 3-0 ينزلوا الشوط الثاني يبقى فيه. ما شفناش لا الشوط الاولاني ولا الشوط الثاني. فرقه ضعيفه سواء ديفنس سواء حارس مرمى سواء نص ملعب. فراوده ما جاتش، ويقول لك فيهم واحد محترف ما اعرفش كان في الدوري ايه وراح الدوري الفرنسي. ما لفتش نظرنا. يعني طبعا احنا مش هنتكلم على لعبتنا النهارده، احنا بس هنقول لهم مبروك النهارده كنتوا رجاله واستغليتوا ضعف الفرقه. بس كان المفروض يبقى بدل 4 كان 6 و7 عشان كانت تبقى بجد فضيحه عالميه بجد. يعني ليه؟ لان انت كنت استغليت. يعني واحده جات لي زيزو، انت خايف تشوط في الجون ليه؟ خايف تشوط اللي بتعملها مرموش ليه؟ ده انت لو حطيتها يمين او شمال ما انت شايف الجون ده. مرموش شاط عليه من بعد نص الملعب دخل. واحده تانية تريزيجيه، واحده تانية وقفت تحت رجل مرموش. يعني لو في يعني استغلال للفرص وهي ماشيه معانا كانت النتيجه بقت 6-7.
فاحنا مش هنتكلم على لعبتنا النهارده، ولا هيثم حسن ولا ابراهيم عادل ولا مصطفى محمد، ولا مش هنتكلم على حد. احنا هنقول لهم مبروك، بس في مباراة قوية جاية، مباراة اسبانيا، هي دي اللي هنقعد ونتكلم ونقول هل ان احنا استفدنا من المباراة دي عشان تدينا دفعة للمباراة بتاعت اسبانيا، ولا ان هي كانت طق حنك، ولا هي كانت مسدس صوت، ولا هي هنطلع منها باستفادة وحاجات كتيرة ان هي تفيدنا المباراة اللي جاية ولا لا. فده اللي هنشوفه ان شاء الله في مباراة اسبانيا. يعني النهاردة يا كابتن حسام اركن بقى المباراة دي وفكر، لان انت عامل النهاردة مباراة كويسة. فانت لو لا قدر الله الماتش اللي جاي حصل حاجة، كله هيطلع عليك، كله هيطلع عليك، محدش هيسيبك. ولا وبرضه احنا عارفين ان انت بتجرب وماتشات ودية والكلام ده، بس في ناس اعدالك مش انا، في ناس تانية وربنا اعدالك، واخد بالك؟ انت عارف كده كده انا ما بيهمنيش حد وما بخافش من حد، وبقول حق ربنا. يعني انت النهارده انا والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا اكتر واحد فرحان عشان احنا نبقى اسياد المنطقه، الزعماء، واخد بالك؟ بغض النظر بقى مين اللي ماسك، حتى لو بيني وبينه ايه، بس اهم حاجه ان محدش يحفل على مصر ولا منتخب مصر. انما لما يجي من اسبانيا طبيعي ان انت تخسر من اسبانيا، بس احنا عايزين نتفرج على كوره. ليه؟ لان انت بتلاعب مستوى تاني خالص، مستوى اوروبي عالمي، واخد بالك؟ لان الفرقه بتاعت اسبانيا تلات ارباعها من فرقه برشلونه اللي احنا بنتفرج عليها وبتبهرنا. فانا ما عنديش مشكله ان انت تخسر 1 2 3، والله العظيم ما عندي. لو عملت مباراه كويسه اللي هي بقى فيها ايه الضغط، اللي فيها الانتشار، اللي هي فيها بتروح وبتضيع، واخد بالك؟ ومش خايف ومش رايب ومش حاطط الاتوبيس ورا والكلام ده، والله العظيم لا اطلع اسقف لك واقول لك ان شاء الله باذن الله في كاس العالم هيبقى لنا شكل تاني خالص. لان انت في كاس العالم مش هتلاعب اسبانيا، انت هتلاعب نيوزيلندا وهتلاعب ايران وهتلاعب بلجيكا. فاسبانيا دي ده من الصفوه او من الفرق اللي هي الترتيب، هي رقم واحد الاولى على العالم في التصنيف العالمي، واخد بالك؟ فانت لما تلعبها ماتش ودي زي ده وتروح وتضيع او تروح وتهدف، او ان انت تبقى ند في الكوره وفي الضغط وفي الانتشار ده هطلع اسقف لك واقول لك ان شاء الله باذن الله هنعدي المجموعه بتاعه بلجيكا وايران ونيوزيلندا، ومبروك عليك الدور اللي هو بعد كده. ايا كان بقى انت لعبت اقوى فرقه في العالم، ايا كان هتقابلها بعد الدور الاولاني بعد كاس العالم، ولا يهمك ولا يشغل دماغك. فانا مش عايز اني تخوف لعيبتك، تخلي انا بقول لك اهو اخسر 1 2 3 4، بس تقدم كوره وتقدم حاجه الناس تلمسها، والله العظيم نطلع سقف لك والله، لانك انت هتلاعب اقوى فرقه في العالم. وانا ما اعرفش انت وافقت على المباراه دي ازاي، ولكن ما علينا. هي على فكره ان انت عشان تجيب فرقتك بسرعه لازم تلعب مع الفرقه القويه، ما تخافش تاني. العب بقى مع البرازيل، بعد كده العب مع المانيا، والله العظيم والله العظيم هنسقف لك. بس لان احنا عارفين ان في قدرات وامكانيات فنيه وبشريه وعيشه من الصغر وكل الكلام دوت احنا معاك فيه. بس انت ادي الجرأة للعيبه، خليها تلعب براحتها، وان هي ما يهمهاش حد وما تخافش من حد، والله العظيم هتعمل مباراه كبيره. انما لو ركنت الاتوبيس ورا وخسرنا ربنا يستر. فانا بقول لك مبروك النهارده، وانت يكفي ان انت فرحت الجماهير اللي هي في السعوديه